السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لا طارت داموند او لا طارت ديال اللوز، فراه كتجي زوينه. المقادير المضبوطه فغنخليها لكم في صندوق الوصف. هنايا خديت 250 غرام ديال الدقيق، خديت كذلك معاه 125 غرام ديال الزبده، خديت معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره، خديت 4 كاس ديال السكر كلاصي ما يعادل 4 ديال المعالق، خديت كذلك فاني. وهنايا غادي نرمل العجين مع بعضياته كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. كيف قلت لكم غادي نرمل العجين مع بعضياته، كنرملو مزيان وغادي نجمعو بيضه، يعني بيضه متوسطه الحجم. صافي غادي نجمع العجينه، يعني كنجمعوها باطراف ديال الاصابع، يعني هذا راه صابلي. فكان ما كندلكوه حتى شي حاجه. خديت العجين ديالي فغنديروه في السلوفان وغادي ندخلوه للثلاجه يرتاح يعني 4 ساعة او نص ساعه، يعني كيبقى على حسب الوقت اللي عندك. يعني اقل حاجه يمكن لك انك تخليه 4 ساعات. صافي من بعد فغادي نرشو شويه ديال الدقيق لسطح العمل وغادي نطلقوا العجينه ديالنا كما كتلاحظوا معايا هنايا. فكنطلقوها كما كتشوفوا، وغادي ناخذوا المول، يعني المول الخاص بهاد لي طارت. يعني كما كتلاحظوا معايا هنايا خديته، غادي نحطوه، يعني ما كندهنوه حتى شي حاجه، كنخليوه هكاك لان العجينه راه فيها كميه مزيانه ديال الزبده، فراه ما كتلصقناش في المول نهائيا. صافي غادي نحاول انني نقادها مع المول مزيان، يعني باش هكذا ما كتنفخناش واش كندخلوها للفران. صافي كنلبسو داك المول مزيان مزيان بديك العجينه، وغادي من بعد فغادي نبقاو كنحيدو الزوائد ديال العجين كما كتلاحظوا معايا هنا في الفيديو. راه نتمنى ان الفيديو يكون موضح راسو براسو، يكون يعني الكاميرا تكون واضحه بالنسبه لكم. صافي كما كتلاحظوا معايا كيف قلت لكم، فكنحيدو دوك الزوائد، يعني كنحيدوهم يا باليدين يا كنحيدوهم بالدلاك، يعني كيبقى داكشي اختياري، راه ساهله. يعني صافي كما كتلاحظوا من بعد فغادي نجيبو هنا في شي فورشيط، وضروري من هذه المرحله فكنثقبوا العجين ديالنا مزيان، ضروري خصو يتثقب مزيان يعني هنا باش ما كيتنفخناش في الفران وكيجينا زوين، يعني باش كيطيب من التحت. صافي كما كتلاحظوا معايا هنايا من بعد ما ثقبتها فغادي ندخلها هنايا للمجمد. بالنسبه للمجمد كندخلوها من نصف ساعه حتى لساعه، يعني على حسب الوقيته، يعني ساعه احسن وكيبقى لكم الاختيار. صافي خديت هنايا كذلك هنايا في العجين، عفوا في الكريمه ديال اللوز، فراني خديت كاس ديال السكر سنيده مع 150 غرام ديال الزبده، كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم وغادي نزيد لهم قطرات من روح ديال اللوز وغادي نبقاو كنخدموهم. من بعد فغادي نزيدو 3 ديال البيضات، بيضات اللي يكونوا بحجم يعني هكا متوسط. صافي وغادي نخلطوا داك المكونات مع بعضياتهم مزيان كما كتشوفوا معايا، ضروري كيتخلطوا مزيان مزيان مزيان. فانا هنا راني مسرعه الفيديو. من بعد فغادي نزيد معلقه كبيره ديال نشا مايزينا، وغادي نزيد 2 كيسان ديال اللوز ما يعادل 150 غرام ديال اللوز. صافي فغادي نخلط الكميه كلها اللي عندي، غنخلطها مزيان. هنايا اللي بغى يضيف قشور ديال الحامض او البرتقال فيمكن له انه يضيفها، انا اكتفيت غير هكذا. صافي غادي ناخذو هنايا لاباط ديالنا غنجبدوها من المجمد. هنايا الفران راه مسخن من قبل، كيتسخن مزيان وكنهبطوا له الحراره، كنهبطوها كنخليوها هكذا متوسطه، يعني كنخليوها متوسطه هكا 180 درجه. صافي كما كتشوفوا. فمن بعدها فغادي نزيدوا رقائق اللوز من فوق في الوجه ديال لاطاغ ديالنا كما كتلاحظوا معايا، وغادي ندخلوها للفران كنخليوها كطيب تقريبا واحد نص ساعه، يعني كيبقى كتحلي عليها نص ساعه وكتشوفي واش طابت. ما طابتش كتخليها تزيد. صافي كنخليوها حتى كتبرد وكنقدموها بالصحه والراحه. نتمنى انكم تعجبكم الوصفه وتستافدوا منها وتجربوها.